تختلف البداية بس النهاية وحدة. أي شي تحبه بالكون بالتالي راح تفقده، يعني نهايتها فراق مهما تطول المدة. ترى الدنيا مواقف فينا محفورة، واكو بعض البشر يضحك فقط صورة، بسبب الفراق كم مراية مكسورة. منو البينا منايم روحه مقهورة. هي الحياة زمن العشاق، يتعب اللي يشتاق حبه مو يمه. هي الحياة بها حب ما دام، بها يبنى حلام وانهدم حلمه. سويته بيا بحياتي ما راح انساه، وهاي يعني اليوم واقفة قدامك خسرانة ومهزومة. القدر من القلوب ما يقدر يطلعنا، حتى إذا رحنا بعيد والدنيا ما جمعتنا. ما ينتهي هذا الحب بعيوننا وداخلنا، يروح بعيد عنا ونبقى ننتظره، ولا ننسى ذاك الحب بعد فترة. وإذا نخسر الواقع حبنا ما نخسره، مشاعر بالنهاية تكون منتصرة. هي الحياة زمن العشاق، يتعب اللي يشتاق حبه مو يمه. هي الحياة بها حب ما دام، بها يبنى حلام وانهدم حلمه. أقول لك شنو الموضوع محمد؟ ماكو شي، ترى هو مجرد صديق وإنسان محترم يعني كلش. صديق، بس موضوع سيارة كذب ما عاطلة ترى. شو ما افتهمت الموضوع شنو؟ لا عادي ترى، يعني اكو سيارات من تحمى تعطل ومن تبرد تشتغل. أنا أعلمك بعد. والله عمي صدق لو قالوا مرت الفيتر فيتر ونص. منو بالله قال؟ ما ادري، بس اكو واحد قال، لازم اكو واحد غير. اقول لك شنو الموضوع هو والله؟ ايش بيه؟ ماكو شي، يعني هو مرة وحدة تيه واني اخابر على ملاك. شنو ابتديت قلت لك اني؟ يعني من يتيه لازم يخابر ملاك، ما يخابر. هذا من يخابر. اقول لك من الاخير اعطيك اياها، ترى انا مو غشيم. زين. اذا يحبها خليه يصارحها، مو يوم عطل سياره كذب. اسكت اسكت، هاي ملاك ددق. الو. حبيبتي ملاك، شلونك؟ شنو؟ وين؟ يا مستشفى. شبيه استاذ محمد؟ يلا تمام هسه راح جايين انا ناصر. ها شكو؟ استاذ محمد تخربط. قبل كان يعطل السياره، هسه قام يعطل روحه. والله الحب شي يسوي عمي. قبل مثلك ايامك كلها تشابه، سوي لك فعاليه شي. تدللين باكر اعطل لك السياره. يا الله قدرك علي. الوالد يريدني ادير الشركه، وانا اختصاص رسم ونحت. كنت ادرس فنون جميله بايطاليا، لكن للاسف ما قدرت اكملها. وشنو ببالك ممكن تشتغل هنا؟
افكر افتح جاليري، يعني مشغل مال نحت وزخارف او افران مال تزجيج هيك شيء. برأيك هاي فكرة مربحة؟ ما اعرف، لكن على الاقل شيء انا احبه. بالنتيجة هو عمل، وديمومة العمل لازم نحتاج أرباح من هذا المنتج، فما أعتقد فكرة مربحة. ما شاء الله، افكارك كوي بيس من افكار بابا، طبق الاصل. مو غلط، لازم نحسبها صح من أي عمل. جمانة انا كلش ما عجب شخصيتك، انت انسانة راقية. سعيد بمعرفتك. وأني آسفة لأن تعاملت وياك بلطيفة بطريقة أبد مو لطيفة. لا بالعكس، كنت انسانة واقعية وانا احب الانسان الواقعية. تمام. من جديد انا سعيد بمعرفتك. وأني بعد أسعد. تعال تعال على كيفك. شوي شوي. قاعدة هنا قاعدة هنا. كان بيه وقعد على كيفك. شوي شوي. تعبتكم كل شوية. إذا حاسس نفسي صرت زين تقدرون تاخذوا راحتكم. لا حبيبي شلون نعوفك؟ انا باقي يمك. دكتورة اخذ الشرطة مالته وروح يلا. تمام. هذه أدويته انطيه إياه بس على المواعيد تتذكر. تمام دكتورة صار. ما يحتاج والله صرت زين. تقدر اغنيكم حتى صدقوا؟ لا عيني راح يطلعون واليوم تغنين للصبح. تدلل. بابا انت ما جزء من السوالفه، هذا انا حقهم اجيب لكم اكل. لا والله ما اتعشى بالليل، اشكرك. يابا ما يتعشى بالليل. تمام العادة احنا نروح. يلا عندك العافية محمد. سلام محمد. الله يا حبيبي شكرا. ملاك. يلا وصلهم واجيك. حبيبي ما قلت لي صار ويا المحامي؟ أنا راح أتخبل يا قمر، راح أتخبل. هذا المحامي يقول لي أنت موقع على أوراق الطلاق وموقع وياها على التنازل بكل شيء الملاك. لا تخابصني بالمفهومية وأعرف بكل شيء وأفهم بكل شيء، تالي توقع وأنت ما تدري؟ بس أنا إيش مدريني يا قمر، خلي نفسك بمكاني، إيش مدريني أنتبه على الأوراق، على المشكلة اللي أنا بيها. لا العفو، تنتبه على المشكلة، أكيد تنتبه على الدكتورة اللي ضحكت عليك وأخذت كل تعبك. بس بسيطة، أنا أبد ما راح أسكت لها. شوف حبيبي، باكر نروح للمحكمة ونتزوج، هاي الحجج والسوالف مالتك بعد ما تاكل وياي، مفهوم؟ مستحيل نسرين. ادري هو شنو اللي مستحيل، يعني هو كل شيء ما بي مجرد انطوء فيتامينات مقويات، وانتي بعد صيدلانيه تعرفين بهالسوالف. ليش يمثل؟ يعني هم معقولة دا يمثل بس على مود يشوفني؟ خاب يقدر يخابرني ويقول لي اريد اشوفك وخلصت. شوف هي المشكله وين؟ وين؟ موضوع هذا الكبرياء، اثنيناتكم ما تقدرون تطلعون من عنده. دق ياسر. اوكي خل نشوف شنو. الو. حبيبي جاي علي؟ زين. واستاذ محمد شلون صار؟ يلا اوكي تمام، باي باي. ايش محمد؟ احكي. ما بي شيء. لا تلو عين قلبي قولي لي شلون صار؟ ما بي شيء، دا يقول له صرت زين وانت بعد خلص روح لبيتك، روح افتك من عندي، وهذا هو هسه ياسر جاي علي وخلص الموضوع. وهاي مسج منه. كاتب لي شكرا يا ملاكي. قال له شو اخبار دواكي؟ ايش قد لئيمه، خلي جاوب. ايش حتكتبين؟ الف سلام عليك. يا الغالي. زين تحبين؟ والله يا نسرين شكلي وقعت وما حد سمع علي. اليوم تاكدت انه انا فعلا عندي مشاعر تجاهه. شلون؟ ما اعرف، حسيت صدق دا احبه. زين هم دزيتي له رساله بعد؟ ايش كتبتي؟ احكي.
كتبت لها مفتقدتك. واو، هاي أول مرة أتجرأ وأدزي هيك رسالة بصراحة. جتني رسالة أنا همينة افتقدني زوجي العزيز. هذا أقول له مفتقدتك، أقول له عندي شغل روحي. فل رومانسية ياسر، فل ماكو منه. يلا قومي يلا حبك. حباني حرام. تراني زينة، ماكو داعي كل شوية تجين على بدها تطمني علي، قعدي ويا رجلك. حبي شنو ما عندكم بيت؟ يلا قلبي أنا سلمي صوتي لي أجيك. هواية، سلمي لي على ياسر. الله يسلمك. الو، الله يساعدك. الحوالة راح توصلك، بس بشرط خلال 3 أيام لازم تكون البضاعة عندي بالمخازن. تمام؟ وأريدها نفس الجودة ونفس النوعية. أعتمد عليك ترى. أنا ممنون إلك. تسلم لي، تسلم لي يا غالي. تسلم لي. اكو شيء؟ لا بابا. شكرا شكرا، مع السلامة. استريح بابا. ابني أنا عندي حكي وياك مهم. يقول بابا اسمعك. وليدي أنت ابني الوحيد، وتعرف يعني هاي الشركة مالتنا لازم تشتغل وياي بالشركة. بعدين يعني باكر عقبه يعني أنا أكون تعبان ما أقدر، غير أنت تدير الشركة والبيت، لأن أنت راح تصير مسؤول عن العائلة وعن الأملاك كلها. بابا أنا لا أفتهم لا بالإدارة ولا بالتجارة، ابعدني عن هذا الموضوع أرجوك. هذا الموضوع سهل، عندنا ناس بالشركة راح يشرحوا لك شلون الشغل وراح تتعلم، لأن أنت ما شاء الله متعلم مثقف، يعني الموضوع مو صعب عليك. اي بس أنا فنان، يعني مو يم هذا الشغل نهائيا. لك يابا دعوف الفن، تشلبت بالفن أنت، لك هم أكثر الناس الفنانين تعبانين. عوف هاي الشغلة، بعدين مو مشكلة، اشتغل بالشركة، وإذا تريد مارس الفن كهواية يعني. أحاول بابا. واكو شغلة جدا مهمة ابني، ما اريدك تشجع اختك على موضوع وحيد. هذا الموضوع أنا أختلف وياك بيه نهائيا. بابا أنا كل شيء ممكن أقبل منك، بس إنه أعامل الناس على أساس طبقاتهم، وهذه طبقة فقيرة وهذه الطبقة ما عندها فلوس وهذا عندها، رجاء هذا الموضوع نهائيا ما راح أقدر أتعامل به. شو محتاجة شيء مني؟ لا سلامتك، بس شنو اليوم حامد ما اجى؟ حامد لا، اليوم ما شفته. هو وصلني الصبح بس غريبة ما اجى يتغدى. هني هذا الحامد، اكو من يسأل عليه ويهتم بيه. زين برأيك هو ليش ما اجى يتغدى اليوم؟ يخابريه وسأليه. لا ماكو داعي اخابره، يجوز مشغول عنده شغل وانت هم لا تخابره، واذا شفته بالصدفة لا تجيب له طاري انا سألت عليه. اشواق، اهم شيء اعصابك، وان شاء الله ما يتاخر الاستاذ حامد. اوكي من رخصتك. بالسلامة. تفضل استاذ وحيد. والله بصراحة جاي تخليني زعلان. يا ريت لو تخجل من نفسك وتحكي. شنو اللي احكي؟ ما افتهم. دا اقول لك احكي، انت ما قاعد تقبل تحكي، شو اسوي لك؟ يعني قصدك احكي علاقتي بجمانة؟ ليش انت عندك علاقة وياها؟ ما عندي احكي اللي انت شكيتي بيه فقلت لك.
لك كل مرة تسمع ولا كلمة. افتهمت ايش راح تسوي هسه؟ عمي وعيونك افتهمت. ولك عمي هاي شنو؟ 100 مرة قايل لك لا تقول عمي، احترم نفسك. انا اسف استاذ ابو نور، بس اعتبر الموضوع منتهي. ايه انا اريد الموضوع ينتهي، بس مو الولد ينتهي. هاي قويه هاي عمي، صارت تحشش. قم. حشش شنو؟ العفو استاذ. احترم نفسك. اسمعني عماد. تمام. تروح على الولد وتعامله بكل احترام. تمام استاذ. اياك ان تمد ايدك عليه. تمام استاذ. تروح لك كانه انت جاي تنصحه وتوجه. تؤمر بس. تؤمر استاذ. من عيوني، من هاي العين وهاي العين، دل استاذ. ما اريد. وخذ عيونك وياه. تمام استاذ تمام. روح. لو دش يصيح علي على المدى افتهم، اجي يصيح اروح يصيح والله خبرني. هذري احكي ويا روحه. لك انت مو قد هاي اللعبه، لك انا جاي انصحك. عمي ما تفهمني شنو هاي اللعبه. عمي وحيد هو اللي يعرف. اعتبرني ما مفتهم فهمني. اعتبرك غبي. ترى هاي ميانه بيناتنا. لك بابا انت انسان على قد حالك، ما شبعان لقمه خبز. مو تمام عمي؟ مستوره والحمد لله. طبعا مستوره. بصايه عمي الاستاذ ابو نور. تمام عمي؟ هسه ايش تبي بالضبط؟ ابطل لو شنو؟ فهمني. لا تباوع لي فوق، اللي يباوع لي فوق رقبته تنكسر. مو تمام عمي؟ تمام عمي. انا مو مباوع لي فوق، بس هذا سويتش السياره واعتبرني بطل. تمام عماد؟ اعرفك ذكي وعاقل. يلا قوم رجع السياره وانطيك اجره تاكسي وهم اعطيك مكافاه. تمام عمي؟ تمام عمي. اسمع وحيد، روح وصل السياره ويا اخوك وارجع، بس لا تتاخر. عمي بلا زحمه، عندي حكي وياك. قول عمي. هذا وحيد ابني وحيدي، ما عندي غيره. اسمع عمي، ترى انا خدمت بحدود العراق كلها بالسواتر وكلهم يعرفوني. ترى اذا ابني وحيد صار بي شيء. لا يابا اطمن، ما راح يصير شيء. بعد هو قال لك. تمام عمي؟ تمام. يلا روح ويا اخوك وصله وارجع. ملاك عينش بيها سحر مو طبيعي. شلون يعني سحر؟ يعني داير مداير ألف وحدة، ولا وحدة بيهم لفتت انتباهي. انت شفتك بحفلة ظليت اغني بس ليش؟ عبالك ماكو حد بالحفلة غيرك، سطرتيني. كلش حلو كلامك ومشاعرك، خجلتني يعني بعد حتى ما اعرف شو اقول. انت بس واعي بعيوني، وعيوني ايش راح تحكي لي كل شيء. تدرين المكتب بلاش ما يسوى شيء؟ شفت؟ طبعا انت ملكة المكتب. السلام عليكم. هلا وعماد شلونك؟ هلا امل، شلونك؟ امل شنو؟ بعد ماكو شيء اسمه امل. ام منير. صار استاذ صار. انا جدا اسف. المهم شلون الامور كلها تمام؟ تمام وفوق التمام، وهذا السويتش جبته. ايه هذا السويتش تخليه عندك، لان انت من باكر راح تصير السايق مال السله. استاذ يعني المكتب شلون؟ السكرتاريه هنا بيها شلون؟ شنو يعني؟ المكتب يتاخر شويه مشكله، والسكرتاريه عش شوف لنا بنيه تجيبها. يعني لا تفهميني غلط، قابل راح اتزوجها. بس من هسه اقول لك استاذ، اوصل الصيت واروح المكتب وارجع هنا بالليل. ايه عافيه. شفتي مو قلتك هذا يفتهم؟ عافيه بيك، يلا توكل بالله. صار عمي. لك عمل عماك، كم مره اقول لك لا تقول عمي؟ هسه والله خبلتني، اقول لك استاذ الصيح، اقول لك عم الصيح، اسلم على من الصيح، اي شو اسوي لك يا عمي؟ يعني الا اقول لك انت متعلم على الرزاله؟ اطلع لا امسح بيك القاع. يلا في مال لا عمي. شفتي مو قلت لك يفتهم؟ الو. لك بابا خبلتني خلنا نشتغل، كل شوي مخابرني شكو. بيت عمتك؟ وانا شنو بيت عمتك؟ كل شي ما صار.
شو تريد اسوي لهم يعني؟ وهسه ايش راح تسوين؟ املي عليه حياته واخليه بعد ابدا ما يفكر بيك. وانا شنو المطلوب مني؟ تاخذين رقمي واذا اجى مرام او اتصل عليك تبلغيني. ذاتس ات. انا اذا جاني مرام بعد مره اجيب له الشرطه. هذا الشيء ما يفيدش دكتوره، بالعكس هذا راح يزيد اسرار. بعدين اني تاثيري على مرام اقوى من الشرطه. بالنهايه انا اريد افيدك. وحضرتك ليش تريدين تفيديني؟ لانه انا اعرف انه انت بعد ما تريدي وكرهتي، وبعدين احنا مصلحتنا واحده دكتوره. انا اريد مرام اليا وانت تريدين تبعدي عنك. واني شنو يضمن لي هذا مو واحد من الاعيبك؟ لا دكتوره، انت شخص جدا ذكي، يعني حكمي عقلك. معقوله موقفي يكون غير انه اني اريد مرام اليا واريده يبعد عنك؟ متفقين، بس اتمنى بعد ما يكون اكو لا زيارات ولا حوارات، لان اني لعبت نفسي من هالموضوع. اني اوعدك هاي اخر مره تشوفيني. وبالنسبه لمرام بس يجي او يتصل عليك بلغيني، واني اوعدك راح تكون اخر مره تشوفيه بيها. أنا هسه كلش فرحانة. أكيد، لأنه راح أسوي لك اللي تريدي. أنا فرحانة لين هيك يكون مرام أخذ العقاب اللي يستحقه وزيادة. ألف مبروك الزواج. أقول لك نور، لا حبيبي. هذا واحد همينه ما جاي يجاوبني. ليش خاف زعلان عليك ولا شنو؟ لا ماكو شيء، بس هو كل يوم بحال. تمام، هسه انا راح اخابره ارد افتهم ايش فيه. صباح الخير ست. لا انتظرك حتى اوصلك للكليه. توصلني؟ ليش ما حد قال لك انه انا عندي سايق؟ وحيد البارحه بطل، وهاي المفاتيح عندي واستاذ نجم اكد عليه قال لي انا اوصلك. انا ما اروح، روح وحدك. ما جارد علي نهائيا. اعطيني السويش. استاذ نور مو عمي قال. انت مخبل؟ شبيك؟ اخويا الكبير. اسف ست تفضلي هذا السويش حبيبي. مشكور حبيبي مشكور. يلا سير. حكيت انا ما ادري ايش حكيت. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. ما تاخر زين. سويت لك الشاي. ايه تسلمين، عاشت ايدك على الشاي. كنت انتظرك تجي لان عندي وياك موضوع كلش ضروري. شنو الموضوع قولي؟ بصراحة أنا شفت شقة صغيرة وأريد أتحول بيها. والمطلوب شنو؟ أريدك تجي وياي للشقة تشوفها وتنطيني رأيك بالمكان والشقة وتساعدني أنقل أغراضي بيها وبس. اي تأمرين، بس بشرط. صارت الشرط؟ بعد ما تذكرين اسمي وتنسين واحد اسمه حامد، افتهمتي لو لا؟ وللموت. هاي ليش هيجي حامد؟ ايش بيك؟ بدون ليش، خلص هاي. حامد ما يصير هيجي، أنا إلي حياتي الخاصة، عندي مشاريع براسي ومخططات وأفكار هواي أريد أسويها. أنا شلون بوزيرة التخطيط؟ أنا بيا حال وأنت بيا حال. أنت ما أنت تفهمني طبعاً. لا بالعكس، كل الزين دا افتهمك. أنت ما تحبيني، عيونك قاعد تحكي، هيات مبين، بس خجلانة من عندي، لأن أنت تتزوجين وتقعدين بالبيت، مو تمام؟ أنت صدق صاير ذكي. تستهزئين؟ صحيح أنا مدارس ومتعلم، بس الدنيا علمتني وأعرف المواقف الرجولية شلون تكون، افتهمتي لو لا؟ تبقين هنا معززة مكرمة وهذا بيتك، لحد ما يجي ابن الكلب، أقصد ابن الحلال وياخذك ورخصتك. هي كلش ذكية، قول ايش بيها؟
انا قلت لا يعني لا، سيلا. مو انت الاوروبي هم صرت دكتاتور مثل بابا؟ بس عوفي لي هاي المفردات مالتكم الغريبه، دكتاتور ما اعرف شنو. انا اروح اشوفه، يجوز الولد عنده حشايه ما يقدر يحكيها قدامك. زين هو هسه ايش قال لك من خبرته؟ ما قال لي، قال لي ابوه تعبان وما يقدر يجي الكليه. طيب لا راح انتظرك اني بالكليه بس لا تتاخر علي. لا ما تاخر، انا راح اوصلك واطلع عليه مباشره. وشلون رحت عند بيتهم؟ راح ادور عليه بالشوارع، شارع وينه سهله، دزي لي اللوكيشن مالته على الواتساب واطلع عليه. شوي غبيه صايره حبيبتي. هي عماد، احكي لي، يعني معناها نور اخذ السياره؟ يا عمي اخذ السياره، بس شنو انا ما قبلت وعيونك، بس السيله قلبت الدنيا وقامت تصيح. ايه هو هذا اخر الدلال. شو اسوي له؟ لك عماد انا هذا وحيد ما تعرف شو اسوي له. دوخني. انت ليش دايخ عمي؟ ترى الحل يمي. ايوه عيونك الحل يمي. يعني انت عندك الحل؟ انت تعال انا حفهمك شنو الحل. تعال عندك الحل. انا اقول لك شنو الحل. بس اسمعني بشرط، اذا باي تجاوز على الولد الزقك بالحائط. اي تجاوز على الولد ماكو نهائيا. يلا ابو العريف سولف. انا اتقدم على خطبه السيله. شكو ليش الضحك؟ لك انت خبل؟ إيه ليش خبل يا عمي ليش خبل؟ إيه يعني واحد بيش احسن من عندي، على الاقل انا قرايبها وتدري بي انا عندي خير من الله، بيت وسياره. عماد قام يحكي لي بالخير من الله، بيت وسياره وما اعرف شنو. بعد عماد قوم شوف عرض شتافك. قوم. وين اروح هسه؟ وين اروح؟ قوم شتافك ياكل بيه 7 سنة. عقل ما عندك انت خبل؟ من قلة الخيل شدوا على عماد سروج. جيتك هاي على راس استاذ نور. ارجوك وحيد اترك لها سالفه الاستاذ، احنا اصدقاء عبر هذا الموضوع. اتشرف بصلاتك اني. ولا يهون ابن الاخ، شرايد منك؟ يابا رادني ارجع ساق مال السيله من المية من عليها يم غيري. وقلت له على السبب؟ لا بابا في الموضوع. انا اعرف السبب، اتوقع بابا دز عماد وقال لك بعد لا تجي، صح؟ لا، عماد اجى يهدد ابني. يهدده؟ وليش يهدده؟ بسيطة عمو، ما يصير خاطره كله طيب. انا اروح هسه. ما تروح الا تتغدى، لا تخاف، ما راح اوقف العزيمة، نطلع سوية ناكل وعليك الحساب، ما اعوف حقي. يلا ربي يحرسك، ربي يحرسك ويحميك. هلا بيك يا طيب. يا بي اشو ابنش طلع، لا سلام لا كلام لا تريق ويانا، لا حامض حلو لا شربت. شنو هاي؟ معقولة نسيت انت حكيت عليه؟ واذا حكيت عليه اني ابوه احكي عليه واكسر راسه. شوكت حبيبي، زمننا يختلف عن زمنهم. بعدين اني حشا ما اقدر يعني انطيك ملاحظات وانصحك، انت تعلم الناس. يعني شنو؟ تريدين اروح اني اعتذر منه؟ لا لا لا، انا ما اريدك تعتذر منه، بس قلت يعني تروح للشركة وطيب خاطره بكم كلمتين وبعدين تحسسه هو شوية مسؤول بالشركة. صباح الخير. هلو جمانة شلونك؟ هلو نور شلونك؟ صباح النور، شفت وحيد؟ شفته، هذا عماد الغبي رايح لمهدده وقال له تترك السيارة، ابوش دازه عليه. قصده يتركني لي مو السيارة. على العموم سهلة، انا راح اروح واتصرف وياه. تمام؟ انت خليك قاعدة هنا ولا تسوين اي حركة، اتفقنا؟ يلا في امان الله. ماما حبيبتي انا حكيت لبابا وامنته ما يقول لاحد، بس الظاهر هو خاف علي وحكالك وحكى للكل. ماما وين ارجع حبيبتي؟ وين اجيكم؟ خليني ببيتي هسه بس خلي ارتب اموري ويصفى بالي.
والله ما تعرفين ايش قد تعبانه. ماما اجاني مسج مهم، خليني اجاوبه وارجع لك. باي باي. تعالي يمي بباب بيتي، اريد شي موضوع ضروري.
لك مو هذا الشغل لا عبالك عبالك وقف وقف باوع. انا كنت بالمخازن والشغل هناك والوضع ترى كلش ما عاجبني، خلي ببالك. يابا واذا ما عجبك يطبك مرض. هيك الحكي صار. ترى قول العم ابو النور بعدك على سوالفك ورجعت عليها دير بالك. انت لازم تستلم شهاده وفاه اشواق. اشواق ما تجيب طاريها، افتهمت له لا؟ ايدك ترقص هذا توصلها. واللي يوقف بطريقي ينتهي. بعيني راح ابلغ العم ابو النور واحكي له على كل سوالفك، افتهمت؟ لك ليش مصداك فلوس وداراك؟ لك مؤمن بيك. هذا عمي مو عمك، واذا توقف بطريقي اسحقك. اقول لك بابا. قول بابا حبيبي. عندي موضوع وياك. قول احكي تفضل. انت داز عماد يهدد وحيد؟ شلون حكي بابا؟ انا ما صار فيش تصرفات. والله ما ادري يا بابا، موضوع غريب، بس انا اريد اتاكد من عندك، يعني اساسا مداز عماد على وحيد؟ لا بصراحه انا دزيت العماد، بس على مود يروح يفهم الولد ويترك اختك، لا اكثر ولا اقل. بس يمكن هذا الغبي راح متصرف من كيفه. زين بابا، انا بس اريد اعرف نقطه، انت شنو اعتراضك على الولد وحيد؟ اكو اشياء تعرفن عنه، عن اخلاقه احنا ما نعرفن؟ لا ابني لا، انا ما عندي اعتراض على اخلاقه، وش يخصنا لهذا الموضوع؟ بس هو حالته الماديه ضعيفه وليدي، بعدين هذا طمعان بفلوس اختك. ادري بابا، هذا شنو من حكم؟ ما تقول لي شنو من حكم، يعني ما اعرف شلون تفكر والله العظيم. انا ما اتوقع راح ابقى عايش هنا لين ما جاي انسجم ويا افكاركم نهائيا. بابا حبيبي اترك الموضوع وما لك علاقه انت. شنو اترك الموضوع؟ وين عايش بفراغ؟ انا عايش وياكم هنا بهاي العائله. على العموم رخصتك بابا، انا اروح. الو حامد، وين انت؟ ما تجي تتغدى؟ تغديت؟ وين؟ دي يلا باي باي، يلا ولي. وحيد، خير. شو تفوت من اليمين ما سلم علي؟ اسأل السؤال واحد. جاوب. انت تخافين علي لو لا؟ ايش هالسؤال؟ اكيد اخاف عليك. بعد الله يخليك لا تتصلين علي نهائيا. اعتراف بالحب يجنن، تستاهل ملاك، فرحت لها. صدق؟ اي والله ملاك تستاهل، بس خايف عليها من مرام، هذا ما راح يسكت. ما يقدر يسوي شيء، بس حكي. ها بابا، شلون الشغل؟ اهلا بابا، الشغل زين وماشي، واذا تحب تفضل شيك علي. ابني شنو اشيك عليك؟ شنو ما عندي ثقه بيك اني؟ لا بابا، مو شغلة ما عندك ثقة بيا، بس انت مرات دائما تقول يعني انت ما عندك حكمة وما تفتهم بالإدارة. لك ابني انت لا تصير حقود وتشلب بالحكاية. بابا هسه اني افتهم لو ما افتهم. انت غبي. الو، هلا وزيد، شلونك؟ ابن حلال والله جاي اريد اخابرك. شوف، احتاج منك شغله بسيطه. زيد بس اهدأ وافهم شنو اريد منك بعدين احكي.
تسلم لي، عاشت ايدك ما تقصر. شوف لك انت ما تصير لك شاره، ابدا ما تصير لك شاره، وطول عمرك تظل ما تفتهم. لك شنو السالفه؟ بس منين تجيبها؟ طبعا وارثها من خوالك. هسه ما تقلش فيهم خوالي، اشو شجعان وما حد يندق بيه. انت شب شجعان شنو؟ لك خوالك كلهم سوابق، شجعان منين؟ هذا الولد اذا ما يشوف العين الحمراء ترى يبقى يتجاوز. لك انت هذا الاسلوب الظاهر ما تريد تعوفه. اسمعني عماد، هاي اخر مره احذرك، اذا صرفت اي تصرف من كيفك بدون امري امسح بيك القاع وابهذل احوالك. يلا يلا امشي امشي من شي. تؤمر استاذ. الو. اقول لك بابا وين نور؟ ليش هو انا شايف النور من يوم اللي حطيت براسه سالفه وحيد، ولحد الان ما يحكي وياي وزعلان ما اعرف ليش. وانا ايش اقدر اصيح عليه؟ ما دا افتهم. ايش طلعت هاي؟ حتى البيت كرهته. الو الو الو. ماما شنو الموضوع؟ شو البيت صاير ماكو كآبة؟ ابوك متلاغي ويا غياث. غياث يقول بابا هواي صاير يتجاوز علي. من لسانه غير يا ماما، من لسانه. ما شايفته شلون يحكي ويا ابوه. بعدين ابوه الله يسلمه يعني همين صايره روحه بخشمه. لا روحه بخشمه ولا غيرها، بس قولي بابا يحب ملاك وما راح يضحك الا يشوف ملاك. شنو هالحكي يا ماما؟ ابوك يحبكم كلكم، يحبك اليك والملاك والغياث، غير انتو ولدنا. خلي ولا مالاتك حنون. هاي شنو هالالفاظ هذه؟ اقول لك اشو انت من مشيتي ويا هذا السايق صار حكيش ما ادري شلونه. يا سايق غير قديمه ماما، رجعت الاصول الراسماليه. شنو راسماليه؟ ايش تقصدين؟ بس خل تضبط الشغله واحكي لك كل شيء يا حلو. انت حلو والله. يلا باي باي. شنو ايش تقصد هاي؟ تختلف البداية بس النهاية وحدة، أي شي تحبه بالكون بالتالي راح تفقده، يعني نهايتها فراق مهما تطول المدة. ترى الدنيا مواقف فينا محفورة، واكو بعض البشر يضحك فقط صورة، سبب الفراق كم مراية مكسورة، من البينا منايم روحها مقهورة. هي الحياة زمن العشاق بيتعب اللي يشتاق حبه مو يمه. هي الحياة بها حب ما دام، بها يبنى حلام وانهدم حلمه. القدر من القلوب ما يقدر يطلعنا، حتى إذا رحنا بعيد والدنيا ما جمعتنا، ما ينتهي هذا الحب بعيوننا وداخلنا، يروح بعيد عنا ونبقى ننتظر